بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في درس جديد من دروس أدوبي إنديزاين. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على صناعة الجداول أو إنشاء الجداول. وبرنامج الإنديزاين من أفضل البرامج في صنع الجداول بسهولة كبيرة جدا. لما تحب تعمل جدول وبتفتح قائمة تيبل، تختار أول اختيار اللي هو كرييت تيبل، كنترول ألت شيفت حرف التي من لوحة المفاتيح. أول حاجة هنا هي البودي روز، عدد الصفوف، وهنا الكولومنز اللي هو عدد الاعمده، وتحتها الهيدر والفوتر. دول هناخدهم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، هما والتيبل ستايل. والجزء ده بيتكلم عن الدايركشن تيبل اذا كنت هتعمل جدول بالعربي او بالانجليزي. فانت لو ضغطت كده هتلاقي ليفت تو رايت، ده لو انجليزي، رايت تو ليفت لو ده جدول عربي. تضغط على رايت تو ليفت وتقول اوكي، بيجي لك الجدول اللي انت عملته والاعدادات اللي انت عملتها كلها في الماوس هنا. فبتيجي كده وتضغط وتسحب، بيجي لك الجدول بالشكل ده. دول الاربع اعمده ودول العشر صفوف. لو افترضنا ان الجدول اللي قدامنا ده عايزين نعمل منه مثلا فاتوره او حاجه، فكل الاعمده دي مش هتبقى زي بعضها في الحجم. فانت بتقدر ان انت تتحكم في حجم الخليه او حجم الخانه اللي موجوده هنا. انت تقدر ان انت تيجي كده وتضيق، لكن ما بتبقاش مظبوطه 100%. فاحنا نعمل كنترول زد، رجعها زي ما كانت، ونضغط على شيفت من لوحه المفاتيح. اول ما تتحرك كده بيجي لك السهمين دول، وبتضغط على شيفت من لوحه المفاتيح تبدا ان انت تضيق على المسافه اللي انت عايز. هنا مثلا البيان هيبقى كبير شويه بالشكل ده، تمام. عندك هنا مثلا المسلسل، هنا البيان، العدد، السعر مثلا وليكن، تمام. لو العدد هيبقى قليل شويه بتيجي كده برده بالشيفت وتضغط وتسحب كده. وبرده نفس الحكايه في الصفوف، تقدر ان انت تضغط على شيفت وتصغر خانه عن خانه او صف عن صف، وتقدر ان انت تعدل فيهم بالشكل ده. طيب انا لو عايز اتحكم اكتر من كده، يعني عايز مثلا الصفوف كلها تبقى بحجم واحد او مقاس واحد، عشان اعمل الحركه دي لازم انشط الجدول كله او الصفوف كلها والاعمده كلها، تمام. طيب انا عايز اول حاجه اتعلم ازاي انشط صف. انا عايز انشط الصف ده كله، ممكن اضغط هنا كده واسحب بالشكل ده يتنشط معايا. لكن في حاجه تانية، ممكن تيجي بره هنا كده. اول ما تيجي بره على الخط الخارجي بتاع الجدول بيجي لك السهم ده، تضغط عليه ضغطه واحده بينشط لك الصف ده كله مره واحده. طب لو انا عايز انشط العمود ده او العمود ده، اي عمود ان كان، باجي فوق كده بالشكل ده، بيجيني السهم لتحت كده، بضغط عليه بينشط لي العمود. حتى لو جيت هنا برده كده بينشط، هنا كده بينشط كده، تمام. طب انا لو عايز انشط الجدول كله ممكن اضغط كده واسحب لتحت كده هيتنشط معايا، لكن ممكن بضغطه واحده برده ان انت تنشط الجدول مره واحده. تيجي هنا كده على الكورنر ده تلاقي السهم متجه للكورنر، تضغط عليه هينشط معاك الجدول بالكامل. اول ما بنشط كده بيجيني اعدادات فوق هنا. طبعا ده اللي هو الكنترول، البانل بتاعت الكنترول. بتيجي من هنا من ويندو تختار قائمه الكنترول هنا، او كنترول الت 6 في لوحه المفاتيح، لان هي مهمه جدا في الجداول. وبرده قائمه البروبرتيز مهمه جدا، بيجي لك كل الاعدادات اللي موجوده هنا بتجي لك هنا برده بنفس الطريقه. عايزين نخلي الصفوف كلها بحجم واحد، انا كده منشط كله، بضغط كليك يمين ديستريبيوت براوز، يعني بيعمل لي ديستريبيوت للصفوف. بضغط كده يبدا يخلي لي المسافه بين الصفوف وبعضها كلها واحد. لو عملت كليك يمين تاني وقلت له ديستريبيوت كولمنز، بضغط كده بيبدا يخلي لي كل الصفوف زي بعضها كده زي ما انت شايف. طب انا لو عايز الصف اللي فوق ده كده، ضغطت طبعا وسحبت كده فتنشط، عايز ده يبقى حجمه معين، يعني مثلا مقاسه 2 سم 1 سم 3 سم حسب ما انا عايز الارتفاع بتاع الصف ده كده. فباجي تحت هنا كده، وهنا الاختيار ده باجي فيه واكتب مثلا الرقم اللي انا عايزه. طب انا عايز ازوده، بضغط كده ابدا ازود المسافه بتاعته، بضغط كده بقلل المسافه بتاعته كده حسب ما انا عايز. طب انا لو عايز حاجه معينه باجي هنا واكتب، طبعا هي بالانش هنخليها بالسنتي، هنكتب مثلا 2 سم فوق سي ام كده، واعمل تاب او ادوس انتر من لوحه المفاتيح هيديني الجزء ده 2 سم بالظبط. طيب انا لو عايز اللي تحت دول كده انشط عليهم كلهم كده، بضغط واسحب بيتنشطوا معايا بالشكل ده، واجي هنا كده واقول له انا عايز الجزء ده سنتي ونص، تمام. بعمل 1 علامه 5 واكتب علامه السنتي كده، واضغط في اي مكان هيجي لي الجزء ده كده 1 ونص، يعني ده 2 وده 1 ونص. طيب تمام. لو انا عايز ازود عدد صفوف كمان على كده، باجي هنا كليك يمين واجي هنا على انسيرت، وبيقول لك انت عايز تزود صفوف ولا اعمده. اقول له انا عايز ازود صفوف، اضغط كده هيجي لك التيبل ده، انت عايز كام صف؟ مثلا عايز 5 كده او 6، تمام. طب يقول لك انت عايزهم فوق العلامه اللي انت معلمها دي، يعني انت عامل سيلكت هنا في الجزء ده، عايزهم تحت ولا فوق، يعني يجوا من هنا ولا يجوا من هنا. فانت بتقول له يا اما من فوق يا اما من تحت، تمام. فاحنا هنقول له من تحت كده ونقول اوكي، يبدا يضيف لك الست صفوف التانيين. طب انا لو عايز ازود اعمده برضو نفس الحكايه، كليك يمين
واختار انسيرت واقول له اعمده. عايز كام عمود؟ مثلا عايز عمودين كمان او عمود كمان. عايزه بقى شمال ولا يمين؟ يعني هيجي هنا ولا يجي هنا؟ هنقول له شمال، نقول اوكي تمام، يبدا يجيبه لك هنا. طيب اوكي، انا عايز بقى اتحكم في الجدول، اصغر الحجم ده، حجم الجدول كله على بعضه ما يتاثرش معايا. يعني مثلا ما اجيش كده اصغر كده يتشال منه. طبعا انت هتبص هنا هتلاقي في العلامه دي معناها لسه في جزء مفقود من الجدول. لو جيت كده برضو موجود، تنزل لتحت لسه عشان جدول كده جدول كبير مثلا، فانا عايز اصغره كله على بعضه، فبضغط كنترول شيفت واصغر كده، يبدا يجي كله معايا. طب انا لو عايز اتحكم فيه من فوق او من تحت كده، فبضغط على الكنترول وبضغط كده تمام، وبضغط كده. انا عندي الحجم ده. طبعا انت فوق هنا بتكتب بقى ايه البيانات الخاصه بالشركه او بالعميل اللي انت بتعمل له الفاتوره. طيب تمام، وزي ما قلنا لازم تكون منشط علامه تكست او الكتابه، ومع الشيفت مثلا بتعمل بقى ايه المسلسل بتاعك، وبتيجي كده تظبط بقى ايه الجزء ده على اساس ان هو ده البيان وكده. طب انا عايز اكتب فيه، باجي عادي اكتب زي ما انا عايز. هعمل بدل كلمه مسلسل هنعمل ميم. عايز اجي هنا وزي ما قلنا يا اما بالماوس كده اضغط تيجي هنا، يا اما بالتاب من لوحه المفاتيح بتيجي كده. طيب نكبر شويه عشان نشوف احنا بنعمل ايه. اجي هنا اكتب البيان، السعر الاجمالي. طيب التكست ده انا عايز اتحكم فيه او اعمل له تنسيق، فبنشط بضغط كده وبسحب كده بيتنشط معايا. طب الكتابه كده جايه في الجنب عامله محاذاه للجنب، ممكن اجي من هنا او اجي من هنا حسب ما انا عايز، الاقرب لي وانا شغال اضغط كده هتيجي في الوسط. طيب تمام، انا كده شغال على التكست اهو، هو كده عامل الاين لوسط الخليه، للسنتر بتاع الخليه. طب انا عايز اغير نوع الخط، يا من هنا يا من هنا، يعني من اي مكان، الاماكن كلها معاك متاحه. بضغط كده مثلا واخلي الخط بالشكل ده، وابدا اكبر حجم الخط بالشكل ده. طب انا عايز الكلمه نفسها في وسط في السنتر هنا، في السنتر بتاع الخليه، فعندي هنا اختيارات، يا اما تجيبها الاين توب هتيجي فوق، يا اما في الوسط، يا اما تحت. فانا عايزها في الوسط، بضغط كده تمام كده في الوسط معايا. لكن لو تلاحظ ان الكتابه مش في الوسط قوي زي ما انت شايف كده، فبعمل ايه؟ فباجي على حاجه هنا في البروبرتيز اسمها سيل انسيتس، اللي هي دي العلامه دي، وباجي على الاختيار ده عشان اطلعها لفوق. طبعا تقدر تجرب كل الاربع ايقونات دول، تقدر تشتغل عليهم. انت لو جيت هنا وضغطت كده ان انت تزود، هيبدا يرفع معاك كده في الوسط في المكان اللي انت عايزه بقى وبتسيبها. تمام. وباجي ابص بقى كلمه السعر ديت ايه الخانه بتاعتها واسعه، بجيب الشيفت وابدا كده ايه اصغر بالشكل ده الاجمالي كده تمام كده. البيان كده كويس، فببدا اوسع بقى كده الايه كلمه البيان. نيجي بعد كده للترقيم، فبضغط كده واحد كده على طول، حط الماوس واضغط، حط الماوس واضغط كده ايه الرقم اللي انت عايزه. ونفس الحكايه هتيجي مثلا هنا كده وتضغط ضغطه، خلاص كده تنشط العمود. عايز الكتابه بتاعتك في الوسط بالشكل ده، عايز تكبر حجم الخط، بتيجي هنا كده تختار حجم الخط اللي انت عايزه مثلا كده، كبر بقى زي ما انت عايز، تختار نوع الخط اللي انت عايزه كده مثلا. يبقى انت كده عملت التكست وعملت ايه الجدول بتاعك بالشكل ده. لو انت عايز تشوف الجدول بتاعك مظبوط، معلش العلامات الزرقاء دي بتضغط حرف الدبليو من لوحه المفاتيح، بيظهر لك الجدول بتاعك بالشكل ده كده. طب انا لو عايز بقى ايه الون صف او الون عمود او اغير لون التكست الحاجات دي، فانا باجي برضو مثلا عايز الجزء ده او الصف ده اشتغل عليه، بنشطه كده وبخش بقى هنا ايه عندي هنا الفيل برضو، ممكن اجيب لك الفيل من هنا برضو نفس الحكايه، من اي مكان هيريحك انت اشتغل. فاضغط هنا كده بيجي لك بالشكل ده، بيقول لك بقى انت عايز تغير ايه. الاختيار هنا بيقول لك الفريم او المكان اللي انت حاطط فيه التكست، ولا التكست نفسه، عايز تغير لون التكست ولا عايز تغير الفريم. هقول له مثلا الفريم عايز لونه ازرق كده تمام. نيجي نبص مع بعض هنلاقي لون الفريم بقى ازرق. طب انا لو عايز اغير لون التكست، باجي عليها برضو نفسه الفيل، واجي على التكست العلامه دي كده واقول له انا عايز مثلا لونه ابيض. اوكي نبص كده نلاقي التكست اتغير باللون الابيض زي ما انتم شايفين كده. نيجي نبص تاني، برجع على الفريم، في علامه هنا علامه التنت، بخفف شويه في درجه اللون بتاعه الفريم، فانا باجي عليه كده بخفف لونه كده مثلا. اجي ابص الاقي اللون الازرق خف. اوكي طيب انا لو عايز انشط خليه واحده كده زي ما انا عملت كده، يا اما تضغط وتسحب كده، يا اما وانت معلم عليها كده حاطط التكست بتاعك فيها العلامه بتاعت التكست، بتضغط اسك زرار الاسك بس كده بتنشط على الخليه اللي انت عايزها كده مثلا اهو، تحط في اي مكان واضغط اسك هتنشط معاك بالشكل ده. طب انا عايز اغير لون العمود ده،
باجي كده انشطه كله. اوكي، واخش برضو نفس الحكايه هنا واقول له انا عايز الفريم بتاعي مثلا يبقى اللون ده. تمام، واجي هنا كده اقول له التكست انا عايزه ابيض كده، اضغط كده هتلاقيه بالشكل اللي انت شايفه ده. طب اللون ده لون خفيف جدا، ليه؟ لان انت لو بصيت كده هنا وضغطت كده هتلاقي التنت 64، ولو جيت هنا كده وضغطت ودخلت هتلاقي التنت مش مظبوط. فببدا ان انا اظبط التنت بتاعي كده 100% واضغط كده هتلاقي اللون راجع معاك مظبوط كده بالشكل ده. طيب تمام، النشاط التاني الصف ده عايزين نعمل له ستروك يكون مختلف عن الستروك اللي موجود ده. برضو نفس الحكايه، بتخش على الستروك من هنا او بتخش على الستروك من هنا. تمام، تضغط هنا كده وتقول له مثلا انا عايز الستروك يكون لونه مثلا اخضر ايا كان بقى، وبتيجي من هنا تختار شكل الستروك اذا كان داش كده. طبعا هو مش باين عشان الرقم بتاعه صغير، فابدا ان انا ازود كده من هنا. هتلاحظ الداش موجود هنا اهي. طب نشطنا هنا اهوت بالشكل ده، نصغره بقى شويه، نصغر الداش ده. اوكي، ممكن اغير لونه برضو خليه اسود برضو عادي. ممكن اقلل التنت بتاعه شويه بالشكل ده، هتلاقيه عمل لك الشكل بالطريقه دي كده. اوكي، عايز تعمل عمود بنفس الطريقه. نيجي لحاجه تانية، لو انت حبيت تخلي الثلاثه دول خانه واحده او تدمج الثلاث خانات دول في خانه واحده، بتنشطهم كده، تضغط وتسحب تنشط وكليك يمين، وفي حاجه اسمها هنا ايه ميرج سيلز، يعني الخلايا بتعمل لها دمج. تضغط كده تبقى خليه واحده. طب انا لو حبيت ان انا اقسم الخليه دي اعمل ايه؟ طبعا هضغط اسك من لوحه المفاتيح عشان ينشط لي الخليه، وكليك يمين واعمل لها سبليت هوريزونتال ولا فيرتيكال، يعني هخليها صفوف ولا اعمده، ما يا اما راسي يا اما افقي. فانا هختار الاول مثلا الهوريزونتال، هيجيبها لي كده على 2 كده. تمام، هعمل كنترول زد، لا انا عايزها على 2 لكن راسي، اقول له فيرتيكالي اديها لي بالشكل ده. تمام، وده بيمشي على اي حاجه. طيب انا عايز مثلا احط هنا خليه او صف بحيث ان انا اكتب فيه كده ايه عنوان الجدول ده او اي حاجه منه. كليك يمين كده واجي على انسيرت واختار صف، انا عايز اضيف صف. بضغط كده يقول لي عايز كام صف، اقول له عايز صف واحد فوق ولا تحت، اقول له فوق اباف، اقول له اوكي، هيجيب لي صف واحد فوق كده. هاجي عليه انشطه واعمل له ميرج، كليك يمين ميرج سيلز، هيجيني بالشكل ده. ابدا ان انا اغير شكله ولونه وكل حاجه، ادوس اسك من لوحه المفاتيح عشان ينشط لي الخليه، واجي من هنا اغير الفل بتاع الفريم نفسه، اخليه مثلا باللون ده الاخضر، واجي على التكست مثلا اخليه بالاصفر علشان لما اجي اكتب باللون الاصفر. هاجي هنا كده واكتب مثلا فاتوره عرض اسعار مثلا. تمام، بالشكل ده. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنكمل الكلام عن الجداول في الانديزاين، فما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب، ادعموا القناه عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي جايه. وختاما، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.